الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور. أحمده وهو الغفور الشكور، أمر ببر الوالدين وحذر ونهى عن العقوق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا بعد الله سبحانه وتعالى من الوالدين، حيث قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته، حيث قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لله سبحانه نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذنه نعمة التربية والإيلاد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 3 آيات مقرونات ب3 لا تقبل واحدة بغير قرينتها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. أيها المؤمنون، إحسان الوالدين عظيم وفضلهما سابق. تأملوا حال الصغر وتذكروا ضعف الطفولة. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، ومركبك يداها وسطرها وظهرها. أما أبوك فأنت له مجبنة مبخلة، يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، ويتحمل الأخضار بحثا عن لقمة العيش، ينفق عليك ويصلحك ويربيك. إذا دخلت عليه يشأ، وإذا قبلت إليه بشأ. هذان هما والداك، وأحسن صحبتهما ادفع عنهما الأذى، فقد كان يدفعان عنك الأذى. لا تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل رحمة وعطفا وضاعة وحسن أدب. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. حملتك 9 أشهر بين التألب والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمضر، فأضعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر. أخيرا، فيما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي درداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
والوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.